مشاهدينا نحييكم من جديد. مشادة بين محافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسيني وعضو سابق في مجلس الشعب هو النائب السابق يوسف البدري. المشادة هتشوفوها وهنشوف كمان بعدها هنتلقى اتصالا من النائب يوسف البدري ايه سبب المشادة، ايه اللي وصل الامور الى هذه الاحوال، خاصه انه في اتهامات لمحافظه كفر الشيخ لمحافظ كفر الشيخ باخوانه المحافظه. القريه جنب الحته دي. ايوه باشا، القريه جنب المدينه هشتغل فيها. القريه جنب المدينه الحته دي اعملها ان شاء الله. الكمامه الحته دي يا باشمهندس. لحظه يا باشمهندس، لحظه يا اخي اصبر علي، ما تزعقش صوتك، صوتك واطي. ابعد الجدع ده يا عم، مالوش لازمه بقى يا عم. ايوه احترم بلاش شرف. ايه في ايه انت عامل ايه؟ انا محترم غصب عنك. انت بتتكلم بطريقه مالكش فينا. انت بتتكلم بطريقه مش كويسه. اصبر بس. قوم اوعى يا حاج، اوعى في طرق ما عادش. انت يا استاذ، انت يا بيه، انت يا استاذ بيه. عضو مجلس الشعب السابق يوسف البدري. استاذ يوسف اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا وائل بيه. اهلا بحضرتك. ايه الخناقه اللي مع المحافظ؟ انت تلاحق المحافظ هو يعني تتبادلان الشتائم بهذا الشكل، ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل يا فندم ان النهارده المحافظ جاي خلفه كده الساعه 7 الصبح، راكب عربيه وبيجري في البلد، وبعت مجموعه من الرجاله من الوحده المحليه يرموا له شويه حجاره الساعه 3 الصبح، وجاء الساعه 7 مر على فرن عيش والناس هجمته وقالت له العيش ما يتاكلش. معاه مجموعه من اصحابه ومن جماعه الاخوان ماشيين معاه حواليه يطبلوا ويسقفوا. نزلنا الساعه حوالي 8:30 على ما عرفنا انه موجود. بنساله بنقول له معالي المحافظ قابلته، رحت قلت له معالي المحافظ دلوقتي حضرتك في مشروع للغاز، اسطوانات الغاز للمدينه، في ازمه في الغاز وانت اللي منعها وموقف المشروع. كان بيتعمل لمدينه فوق ومطوبس وتسوق منافذ توزيع 100 نقطه توزيع تبع وزاره البترول زياده على حصه المحافظه، كنا جايبينها من حكومه الجنزوري، والمحافظ اللي قبله كان موافق. هو موقفه ورافض الكلام ده، فبقول له ما يصحش ان حضرتك تلغي الكلام ده. قام جاي سايبني وماشي. فبقول له يا معالي المحافظ زي ما شفت جزء في الفيديو، يا معالي المحافظ يا باشمهندس سعد، يا باشمهندس سعد، لقيته بيقول لي اخرس انت، حد يبعد الجدع عني، حد يبعد الجدع عني. لقيت نفسي انفعلت وخلاص. الراجل مش عايز يسمعنا، الراجل زي اخون في البلد. تصرفات يا وائل بيه حاجه مهينه مهينه للمحافظه كلها. الراجل لا يعنيه المحافظه. مجلس مدينه دسوق بقاله من يوم الاحد لحد ما بكلم حضرتك دلوقتي مقفول ما بيشتغلش. مش مشكله، النهارده كان في مدينه فوق في عده اعتصامات وهو موجود يعدي عليهم وبرضه ما فيش مشكله. الناس دي اتعودت على تربيه السجن، فمش فارقه معاها دوله، ما تعرفش يعني ايه دوله. هي تعرف السجين ده ما بيدورش على مصلحه بلد. طب ايه ادله الاخوانه؟ يعني حينما نقول له انت تؤخون محافظه كفر الشيخ وجئت لاخوانتها ينفي ذلك تماما. تمام يا فندم. اولا في مطلع معين 8 مستشارين 8 من جماعه الاخوان المسلمين، والغريب يا فندم من ضمن ال8 مطلع قرار، وانا ممكن اقول لحضرتك دلوقتي، بتعيين مستشار للتعاون الدولي في محافظه كفر الشيخ، على اساس ان كفر الشيخ هتتعاون دوليا مع طنطا او الغربيه بما ان المحل علامه استقلالها. يعني في مستشار للتعاون الدولي. التعاون الدولي داخل كفر الشيخ، انا مش فاهم وظيفته ايه اصلا. يعني الراجل ده بمبلغ ده لما بيجي يعمل توأمة مع مدينه برشلونه في اسبانيا مثلا فهيحتاج المستشار ده. يعني انا مش فاهم هو بيعمل ايه. طب احنا نشوف المستند ده هو ده المستند المتعلق بتعيين وهو ده ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين بالظبط يا فندم. وكمان ومش هو لوحده، دول 8 يا فندم. يعني
المستند قدام حضرتك يا فندم، لو حضرتك بتعرضه وممكن اقراه لسعادتك وهو معايا اهو. قول لنا عليه كده لانه هو قدامنا على الشاشه. قرار رقم 293 بتاريخ 21/10/2000 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنه 78 بشان نظام العاملين المدنيين بالدوله وتعديلاته واللائحه التنفيذيه، وعلى القانون رقم 43 لسنه 79 من شأن تنظيم الإدارة المحلية وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 76 ميلادية بشأن تنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ولصالح العمل. أنا مش لصالح العمل بس، هو لصالح العمل. قرار مادة 1 يكلف السيد محمد سعد الدين نصر بعمل مستشار للمحافظ لشؤون التعاون الدولي غير متفرغ، وذلك بمكافأة شهرية قدرها 4500 جنيه شهريا تصرف من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. ده بدل ما يصرف على تنظيف الشوارع بيصرف مرتبات، ويقيس على حضرتك دول 8 في 4500 جنيه يبقى بياخد بيبقى المجموع ال8 على الأقل بياخد 40000 جنيه شهري. منهم واحد مستشار إعلام. مستشار إعلام ده كان مدرس، مستشار اعلام عشان يتكلم، عشان سعد الحسيني لسانه مش قادر ينطق، فهو اللي هينطق بداله. يعني انا مش فاهم الراجل ده بيتعامل ازاي. يعني في اخوانا للمحافظه من خلال تعيين عدد كبير من المسؤولين المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين. ده بالاضافه وائل بيه ان في 6 رؤساء مدن، مدينه الحمول رئيس مدينه اسمه كمال زكي عبد ربه، مدينه الرياض واحد اسمه الزيني، وفي مدينة قليين الزيني احمد بركات، اسامه الحسيني من طوبس. طيب كلهم ينتمون لجماعه الاخوان. لجماعه الاخوان المسلمين، بالاضافه ل9 نواب رؤساء مدن لسه طلع القرار بتاعهم يوم الخميس اللي فات، وفي اعتصامات منها مدينه دسوق لحد دلوقتي قافلين مجلس المدينه عشان الراجل ده عمال ياخد وجايب لهم رئيس مدينه من يوم نائب رئيس مدينه من يوم الاحد للنهارده، والراجل ده ما بيشتغلش. مدينه دسوق بايظه. الميه يا طارق يا وائل بيه بعد اذن حضرتك، ميه ما تتمشيش عليها، صرف صحي ضارب في كل حته، زباله في كل مكان. دسوق اللي كانت تعتبر عاصمه كفر الشيخ كلها حاليا عباره عن مقلب زباله. فوق نفس الحكايه، وطوبس نفس الحكايه. جابوا لنا رئيس مدينه في طوبس لا يفقه شيء عن اي شيء، مدرس ابتدائي. اما يبقى مدرس ابتدائي ماسك رئيس مدينه، انا مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي، عايزين ايه؟ طيب استاذ يوسف البدري عضو مجلس الشعب السابق الذي دخل في مشاده مع محافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسيني وهو يتهمه باخوانه المحافظه.